اصحاب المال قالوا لي اجي اقابل سعادتك واتفاهم معاك، بس يظهر والله اعلم ان انا غلطت لما جيت. ما هو مش معقول اقول لايهاب يكتب ايه وما يكتبش ايه. امال ايه اللي معقول يا سعاده الباشا؟ تهاجموني، تحاربوني في اكل عيشي، تضربوني في ظهري؟ اوعى تفتكر سعادتك ان انا ممكن يتلوي دراعي او يضغط عليا عشان اللي بيكتب الكلام ده ابني. لا، سيبك من ده، لا ابني ولا ابويا. انا اللي يحاربني في اكل عيشي انسفه من على الارض نسف. ما حضرتك بس لا، بعد اذنك. الو. ايوه معليك. موجود قدامي اهو. من حضرتك كلم سعادتك بعد شويه. طيب اديني فرصه بس اشوف حل في الموضوع ده. الموضوع ده ملوش غير حل واحد، ان الواد ده يمشي من الجرنان. بابا بأول لما ينفخك. اهلا سي ايهاب بيه، السحاف الكبير. ده انت فتحت على الاخر، بتحاربني في اكل عيشي ومن المخروب الجرنان ده. طيب انت ما دام اخترت كده يبقى عايز تبقى عدوي، وانا اللي يعاديني ربنا يستر عليه. عليك. زي ما بقول لك كده يا ايهاب. انت ايه اللي بتقوله ده يا استاذ جمال؟ بالسهوله دي استغنوا عني؟ شوف انا مش مقتنع ان مقاله الوزير هي سبب ان هم يستغنوا عنك، بس زياره ابوك دي وراها مغزى. بعد اذنك يا استاذ جمال، انا مصمم وعايز اعرف مين ورا قرار الاستغناء ده. انا هكون صريح معاك لاني معجب جدا بمقالاتك، بس انا هقول لك على حاجه. انت هجومي زياده عن اللزوم، وانا حذرتك اكتر من مره. برضه ما جاوبتنيش يا استاذ جمال. انا جالي تليفون اطلب منك انك انت تاخد اجازه كام شهر كده على ما الامور تهدى. بصراحه التليفون ده جاني من جهه امنيه. جهه امنيه؟ حلوه قوي كده، الصوره بقت واضحه يا استاذ جمال. التقت المصالح بتاعت سياده الوزير رجل الحزب القوي مع رغبه امن الدوله وبمسانده ابويا طبعا. يعني اقتنعت؟